عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي مطبخ الأطلسية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم كيك بالفواكه الجافة، كتجي خطيرة في المذاق في صالح الأعياد والمناسبات. تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخر باش تعرفوا طريقة التحضير. أول حاجة أنا كنحتاج شوية الفواكه الجافة، نصف كاس من الزيت حبيبات، واحد البرتقالة بالقشور ديالها، كاس من الحليب، كاس معمرش من السكر حبيبات، جوج حبات من البيض، جوج اكياس من خميره كيماويه 8 غرام، ايما هذه 16 غرام. هنا عندي شويه ديال اللوز، شويه ديال الكركاع، شويه ديال التمر، شويه ديال الزبيب كنكون قطعتهم. والدقيق غادي نقول لكم شحال هزت ليا. وعندي واحد الملقه ديال الكاوكاو اللي كنكون طحنته، حمرته طحنته. الاناث عنده جوج حبات من البيض، من الاحسن يكونوا بدرجه حراره المطبخ. كاس معمر ديال السكر حبيبات، حيت عندنا الفواكه جافه. نخلطوا هاد العناصر جيدا حتى تذوب لينا هاد السكر. تنزيد واحد شويه ديال الملح، نخلطو جيدا حتى يضاف لينا هذا الحجم وكتبقاش ديك السكر حبيبات باينه. الا بغيتو ديروه في الخلاط ممكن ديروه، انا خلطت غير بالفياكه. من بعد ما تنخلط هذا البيض مع السكر حبيبات وشويه ديال الملحه، تندير ديك المعلقه ديال الكاكاو اللي كنكون حمرتها وهرمجتها. البرتقاله كنحك ليها القشور، ممكن ديروا الحامض ولا الفاني، اي نكهه بغيتو نتوما. كاس الحليب، نص كاس ديال الزيت نباتيه، شويه اللوز، شويه ديال الكركاع، التمر، الزبيب، اي حاجه عندكم من الفواكه الجافه ممكن تستغناو عليهم وديروا العسل. هنا درت معلقه كبيره ديال الخل، حتى هو كيجي كيساعد الكيكه ديالنا باش كتجي مهويه ومفشفشه من الداخل، ما كتجيش متقصه. من بعد ما تنخلط هاد العناصر غنغربل الخميره كيماويه 8 غرام كما قلت لكم، اي ميوعه ديال 16 غرام. ضروري تغربلوها باش ما كيبقاوش دوك الفقاعات، دوك التكتلات ديال الخميره. الدقيق هنا درت كاس الاول، غادي نضيفو تدريجيا حيت عندنا هنا الفواكه جافه، ما غاديش تحتاج الدقيق بزاف، غير شويه. ضروري بقى ديروه بشويه بشويه حتى تشوفوا شحال تهزت لكم. هنا زدت الكاس الثاني، ومع التحريك كما قلت لكم ضروري تغربلوه وكتحركوه حتى تحصلوا على العجينه مرخوفه شويه، ما كتكونش ثقيله وما كتكونش مرخوفه بزاف بحال الكيك المعتمدين عليها. ضروري تكون شويه ثقيله كما كتلاحظوا. خدت ليا جوج كيسان ونص، حيت عندنا هنا الفواكه الجافه خص تكون شويه ثقيله باش ما كيهبطوش الفواكه الجافه. ما ديروهاش جاريه ويردوا الفواكه الجافه كاملهم للاسفل. هذا هو واحد النصيحه. من بعد غناخذ واحد الاطار اللي غندخلو، واحد المول اللي غندخلو للفرن، كنديروا ليه ورق الطاي اولا ممكن نديروه بالزيت والزبده ولا الزبده. من بعد تنخوي الخليط ويدينا هازينه من الفوق باش كتهوى الكيكه ديالنا. كندخلوها الفرن تقريبا ما بين 25 دقيقه حتى 30 دقيقه. من بعد تتحمر لينا تاخذ لينا هاد اللون الذهبي، كتجي خطيره خطيره، خصنا هاد اللون ديالها. دابا كنزينوها باي حاجه عندكم. درت ليها شويه ديال المربى المشمش مع شويه ديال الكوك، ممكن ديروا ليها العسل، ممكن تزين تيبقى لكم اختياري، اولا كاوكاو مهرمش اولا لوز افيلي، اي حاجه عندكم. انا درتها غير عاديه وكتجي خفيفه، والاهم ديالك انها لذيذه ما تشبعوش منها. كنتمنى ان هذا لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم كنديروها في الاعياد في المناسبات، كتجي رائعه طوب شي حاجه. خارج المعتمد كما كتلاحظوا راه كتجي مهويه من داخل، ما كتجي لا متقصه لا متهجه. فواكه جافه كما قلت لكم كيجيو مفرقين. ضروري انها تكون شويه كيكه ثقيله شويه، ما تجيكمش خفيفه بزاف. كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ودعموني بالاشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله.